السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في قناة أرابيك فود. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد. كل عام وانتم طيبين. يطلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده، ولا أروع ولا أجمل. الطريقة دي أنواع منه المدور منه المعمول، أشكال متنوعة. كل ده هنعمله دلوقتي إن شاء الله. عندي المقادير: 2 كيلو دقيق، عليه معلقة خميرة، سمسم، 3 معالق سمسم، ورشة ملح. وهعمله بالزبدة، زبدة سايحة، كيلو زبدة. أسيح الزبدة الأول، بعد كده هحط الثلاث معالق السمسم وعليهم الزبدة كده، وأقلب المعلقة الخشب، وأحط الخميرة، معلقة خميرة ومعلقة سكر، ورشة ملح. وهنا روح الكعك. وأقلب كده بالمعلقة الخشب كل الخليط كده. وأبسه بإيديا عشان يبقى كويس. الكعك لازم أبسه بإيديا شوية كده، وأعجن بالمية الدافية كده حسب ما ياخد مني العجين. لما تتكون عندي العجينة كده وأعرف أشكلها بالطريقة دي كده. عندي اختلف الباحثون في أصول كعك العيد، وتأرجحت الآراء بين انتمائه لمصر القديمة أو للتاريخ الإسلامي. فقيل إن تاريخ صنع الكعك يعود إلى العصر الفرعوني، وخصوصا في عهد الملك رمسيس الثالث. لكن الرأي الرابع يرى أن تقليد كعك العيد المعروف في أيامنا هذه يعود إلى التاريخ الإسلامي بالأساس، وأن المصريين القدماء صنعوا مخبوزات تشبه الكعك، لكن لا يوجد دليل يؤكد انتقال وتوارث هذه العادة في مصر القديمة بشكلها الحالي. عندي كده هشكل العجينة بالبصمة دي. عندي كذا بصمة كده هعمل بيها، وعندي طبعا هشكلها بالعجوة. الحشو هيكون العجوة. هحط على العجوة زبدة وقرفة وجنزبيل وهيل مطحون. هشكل العجينة كده اهو بحاجات كتيرة عندي. ممكن مضرب البيض، المضرب اليدوي، أشكل بالطريقة دي، وبعد كده أعمله بالمنقاش، أو ممكن أشكله بالطريقة دي. يعني عندي كذا تشكيلة ممكن نبدع بيها، وعن طريق برضو أعمله الدواير، الكعك العادي المدور، عن طريق كأنها أسورة كده، وأشكلها بالمنقاش برضو. أو بالطريقة دي. حوالي 3 سنتي كده، 3 سنتي أقطعها بعد ما حطينا فيها العجوة، وأعملها كده بالطريقة دي، وبالمنقاش أكمل التشكيلة بتاعتي، تطلع لي بالطريقة دي. ده كويس، عندي شكل جديد.
بالطريقة دي، وممكن بالمقص كده أعمل وردة، أشكل وردة كده بالمقص. بعد ما أشكل كل الوحدات اللي عندي والصواني، وطبعا أكون شاعلة الفرن مسبقا على درجة حرارة 200، أحط الصواني اللي عندي في الفرن، تطلع لي بالنتيجة دي بالشكل ده، ولا أروع ولا أجمل. كل عام وأنتم بخير وبالهنا والعافية، وأشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.